بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك في أفريقيا شكل تاني وعلى الدوري الإفريقي ناوي. الحدث مباراة الذهاب لدور 32 في بطولة رابطة الأبطال للأندية أبطال الدوري الإفريقي. الفريقان يونيون دوالا الكاميروني والزمالك المصري. التاريخ 13/3/2016. المكان ملعب يونيون دالا في الكاميرون. النتيجة فوز الزمالك 1-0 للمدافع محمد كوفي. وإلى حضراتكم التحليل. الزمالك تعلم الدرس جيدا من مباراة الإنتاج الحربي، حيث مر بتراخي دفاعي ملحوظ بسبب استقبالت شباكه 3 أهداف ضاع بسببهم ثواب خط الهجوم وجماله وروعته في تلك المباراة. أما عن مباراته اليوم فقدم خطي الدفاع والوسط مباراة رائعة، إضافة إلى حارس مرماهم أحمد الشناوي، فانتشارهم في الملعب وعزيمتهم جعلوهم جنود يدافعوا عن مرماهم وأبقوا على شباكه نظيفة. انتهى الشوط الأول نتيجة 0-0. ومع مرور الوقت وتحديدا في الشوط الثاني ففريق الزمالك ككل وليس كخطي الدفاع والوسط فقط، بل انضموا إلى خط الهجوم وسيطروا على المباراة وسجلوا هدفا. وتأكيدا على هذا أن الهدف جاء نتيجة ضغط لاعب خط الدفاع محمد كوفي من منتصف الملعب، وواصل زحفه لمنطقة جزاء يونيون دالا الكاميروني، وحينما لاحت له فرصة التسديد سددها على يسار الحارس معلنا تقدم الزمالك بعد بسالة دفاعية طوال شوط كامل وترابط بين كل الخطوط خلال الشوط الثاني. لم يكتفي الزمالك بتسجيل هدفا واحدا فقط، بل استمر في الضغط من كل الخطوط حتى استحوذ على الكرة وتلاعب مهاجمي البيت الأبيض بدفاعات يونيون دالا الكاميروني وتباروا في ضياع الفرص، وهذه ظاهرة سلبية، فكان المفترض تضاعف الأهداف ولم لا. نهاية الأمر مبروك للزمالك، مشوار البطولة صعب، نتمنى له التوفيق وملاقاة المارد الأحمر في النهائي، ويكون النهائي مصري خالص ليفوز به من يفوز، لكن يبقى الشرف كله لمصر. وفق الله الكرة المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.